ولا يشف ولا يكون ثياب شهرة والى كلام الدكاتره الحاجه. فاحنا ساعتها مش متمسكين بقى بشكل ايه اللي يتلبس ولون الجزمه تبقى عامله ازاي. المساله دي اظن خرجنا منها. وعلى فكره لم يذكر لا في القران الكريم ولا في السنه المطهره شكل معين خالص. حاجه انا هنتقل الى محور ويعني يكاد يكون برضه معظم البنات بتفكر فيه الحقيقه. بتقول لك انا هتحجب بس انا مستنيه اجيب لبس حلو يمشي مع الموضه علشان يعني ما ينفعش بقى ان انا ابقى محجبه شكلي وحش يعني. وحقيقه كان في حاجه طريفه جدا انا قابلتها على النت انا حابب اشاركك معايا فيها. هو برضه يعني من قبيل سر بلية ما يضحك. انا لقيت اعلان على النت بيقول ايه؟ هل تشعرين بالملل من لفه الطرحه المعتاده كل يوم؟ هل ترغبي في تغيير ستايلك؟ هل ترغبي في تعلم طرق مختلفة للحجاب؟ هل ترغبي في تعلم طرق مختلفة للحجاب الخليجي؟ هل ترغبي في تعلم طرق مختلفة للطرحة الاسبانيش؟ هل ترغبي في تعلم طرق مختلفة للفات الطرحة التركي؟ وكم اعلان انه بيقول ان الاعلان بيقول ان هم بيبعثوا فيه دهاية للمرأة فيها 50 طريقة للف الطرحة. قبل ما نخش في الموضوع ونعلق على الشيء الطريف ده معانا ابرار من فلسطين وفلسطين تعرف ليها يعني معزه خاصه لازم ناخدها معانا. السلام عليكم. طبعا. وعليكم السلام. اخت ابرار منين من فلسطين؟ من الضفه من بيت لحم. من بيت لحم اهلا وسهلا بك يا ابرار اتفضلي اشتركي معانا. بصراحه موضوع الحلقه عجبني كثير وحبيت اشارك فيه. شرفنا اتفضلي. اهلا وسهلا. موضوع الحجاب احنا عندنا في المدرسة بنات محجبات لكن حجابهم مش يعني انهم لابسات على اساس انه موضة يعني مش انها في حجاب شرعي. فيعني يعني لابسين الحجاب ولابسين مع لبس مش شرعي يعني انهم مثلا بتلبس البنت زي بنطلون محزق وبلوزة قصيرة وهيك شيء. تمام. حاجة هو الأبرار دخلتنا في نفس المحور اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. دلوقتي بدنا نشوف محجبات في الحقيقة قد يكون أسوأ في لبسهم من الغير محجبة أصلا لو ما كانتش محجبة. وكل اللي هي ممكن يغطي شعرها. البنت اللي بتقول بقى أنا مستنية الموضة وعايزة أجيب اللبس الحجة اللي بتقول لازم أكون محجبة جميلة عشان الناس تحب الحجاب. إيه رأيك في الفكرة دي؟ عايزه اقول حاجه. هو في زي ما بقول برضه هو هناك فهم خاطئ لمعنى الحجاب. احنا قلنا الزي الاسلامي باعتباري انا امثل رمز الهويه الاسلاميه. هل ارضى ان اكون سفيره لديني لابسه الجنس الضيق وعليه البادي الضيق وبعدين حاطه مش عارف ايه على راسي اسبانيش ويبقى كده محجبة؟ ما ينفعش. هل العلم معقولة كسكس العلم واعمله كده امتير واعمله مش عارف ايه واغير الوانه؟ ده علم. فاذا القضية محتاجة زي ما بقول تاني فهم ووعي بحقيقة الاسلام ككل وحقيقة دوري كمسلمة والمعيار الحقيقي اللي يجب ان التزم به ألا وهو أنني كسفيرة لديني لابد أن ألتزم بزي إسلامي صحيح. حاجة كان في ملحوظة يعني أنا كنت لاحظتها وأظن أكيد حضرتك لاحظتيها من خلال سفرياتك الدائمة. الحجاب عند المرأة التي تتحول إلى الإسلام في الغرب هل يشكل مثل هذه المشكلة زي ما في مجتمعاتنا؟ لما المرأة في الغرب تتحول إلى الإسلام هل بنجد نفس الكلام ده والصدى حول الحجاب وضرورة الحجاب؟ لا ما هو ده الفرق بيننا وبينهم. ده الفرق بين الناس اللي دخلت او فهمت جوهر القضية. ده الفرق بين ناس يعني درست وامنت بالله سبحانه وتعالى ولكن من خلال منظور اكثر فهم وعقلانية وادراك. انا كثير ما شاء الله يعني العديد من السيدات الفضليات الحمد لله بفضل الله تعالى اسلموا على ايدي بفضل الله وكرمه من المانيا بالذات واثنين من فرنسا. يعني انا مش عايزه اقول لك الالتزام كان جميل ازاي وبسيط ازاي. مش محتاج التعقيدات اللي احنا عاملينها دي
وكل واحد حاطط عينه على الثاني. يعني صحيح جميل انك تغيري على دينك، لكن في حدود برضه، يعني في حدود انك ما تكرهيش الناس في حياتها بمنتهى البساطه. لابسه الحجاب ولابسه بدله طويله او لابسه بلطو طويل وخلاص القضيه بقى واحده بعد كده بعد اخر بقى. احنا بالمناسبه دي يعني كان شبابنا المعدين في الحلقه كنت طلبت منهم ان احنا نجري اتصال مع احدى المسلمات التي اسلمنا حديثا، فجابوا لنا الاخت معانا من استراليا، الاخت سلمى. ما شاء الله. Sister Salma, are you with us on the line? Yes, Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Salma, we are welcoming you now, and we would like to share this discussion with you. Our question now, if any, in any circumstances, if any girl in the West or in the East, she believes in Islam, and she believes that the veil is one of the most important things in Islam, but in the same time, she doesn't have the ability to apply this hijab or this veil. What do you think about that? Well, the hijab is like anything else we have in Islam. We have prayer and zakat, we have fasting, and we have hijab. And we have to go back to the reason why we do these things. Islam is not just a whole lot of laws and regulations. We also have the spiritual side of Islam, and that's the essence. When we first learn about Islam, we learn about Tawheed. We learn about Allah, we learn about His characteristics, His sifat, we learn about His creation, and we try to draw near to Him. If we learn to love Allah, and we make Him the most important thing in our lives, then anything that comes after that, anything that we're asked to do, whether it's prayer, whether it's hijab, whether it's how we develop our character, it will become easy because we won't be doing it by ourselves. Sister Salma, just let me translate just to let the people follow us. أخت سلمى بتقول إن لابد الناس تفهم الإسلام. أنا سألتها في البداية إن إيه رأيك في الناس اللي هي بتقتنع أو بتقول إن هي مقتنعة بالحجاب لكنها غير مش محجبة. بتقول سلمى إن إحنا المشكلة إن إحنا ما بناخدش الإسلام ككل، لازم نفهم إن الإسلام في عندنا صلاة، في عندنا توحيد، في عندنا العديد من الأشياء لابد أن نقتنع بيها. بتقول كمان ان لابد ان احنا نعلم صفات الله عز وجل ونعلم اوامره ونواهيه، فلو امنا به حق الايمان لو اقتنعنا باوامره حق الاقتناع يبقى بالطبيعيه هنطبقها. Sister Salma, have you got any problem when you converted to Islam to wear hijab? I'm sorry, could you repeat the question? When you converted to Islam, have you faced any problem to wear hijab? When a person converts to Islam, well, I don't like to call them problems. I prefer to call them challenges, because life is full of challenges. It comes one after the other. So in the beginning, it might be actually learning about Islam, about having the routine of the prayer, about changing the way you think, how to deal with your non-Muslim relatives and friends. It's a total transformation. Hijab is a part of that, but it's a part just like everything else. So it goes back. If your intention is sincerely that you want to do this thing for Allah, Allah will help you. So if you find that it's difficult, then you have to ask yourself how pure your intention is. And are you really getting up? Are you really praying the 2 rakat in the night time, the tahajjud? Are you really sincerely asking Allah to help you? Because He promises to help. You make 1 step to Him, He'll make 10 steps to you. Just let me translate. أنا سألتها هل واجهتك أي مشاكل لما تحولت إلى الإسلام؟ واجهتك أي مشاكل في ارتداء الحجاب؟ هي قالت أنا مش عايز أسميها مشاكل، أنا أسميها تحديات. وده الحقيقة صح، عندهم تحديات بالفعل. وده هي بتقول إن هي واجهته بإن هي تتعلم الإسلام حق التعلم، إن هي تتعلم إزاي تصلي. وبتقول كمان أحد أهم العناصر إن هي غيرت طريقة تفكيرها، وبالتالي كان الحجاب جزء منها. هي التزمت بالمنظومة كلها. وبتقول لو الواحد بالفعل نواياه مخلصة إلى الله عز وجل